سهم إن شاء الله هيكون فيه فرصة كبيرة للصعود وتحقيق يعني ممكن ضعف رأس المال. يعني هو حاليا سعره 4.35، هيطلع هنا يتعدى القمة دي، ممكن يوصل معاك ل7 جنيه، 7.5 أو 8 كمان. نشوف هو ممكن يوصل معانا لكام. لو حسبنا إن دي الموجة رقم 1 وصل 161 فيبوناتشي أول حاجة، يبقى السهم ده احتمال يروح معانا ل7 جنيه. يعني ان شاء الله ده الهدف بتاع السهم ده. سهم طبعا قوي، يعتبر من الاسهم القوية ماليا. الاسهم اللي هي بتوزع ارباح، يعتبر فرصة. يعني بتاخد سهم قوي ماليا بيوزع عليك ارباح، بحيث لو الدنيا قلبت، لو البورصة حصل اي حاجة بتاع، فانت موجود في السهم كده كده بتطلع ليك ارباح كل سنة بتستفيد بيها. فأنا شايف السهم ده فرصة كويسة جدا، خصوصا إن هو من الأسهم القوية ماليا، وحاليا هيبدأ لينا في موجات صاعدة. يعني بدأ فيها إن شاء الله، بدأ في الموجة التالتة اللي هتكون أعنف موجة صعود، هتوصلك لحد 7 جنيه. طيب حاليا السهم لو عايزين نشتري منه، هنستناه ينزل لينا فين عشان نشتري بسعره كويس؟ هو لو شفتوا كده السهم بيعمل لنا موجات صاعدة 5 في 5، ويكملهم ويعمل تصحيح. فهو حاليا هيخلص الموجة دي اهو، بعد كده هينزل ليها تصحيح. وكمان في فجوة هنا، هو طالع بفجوة. فانت لو شفت السهم ده نزل يغطي الفجوة بتاعته اهو، فدي ان شاء الله هتبقى افضل فرصة للشراء اهو من هنا. لو شفت السهم ده نزل هنا يغطي الفجوة بتاعته، فدي أعظم فرصة للشراء، تشتري إن شاء الله ومش هتندم خالص على السهم ده. سهم اسمه ATLS، اللي هو التوفيق التأجيري. فإن شاء الله السهم ده عنده صعود قوي. بس كده وشكرا.